أول شيء خلينا نسمع. القضية الأساس هي معركة العدالة في تفجير المرفأ. القضية الأساس هي عدم الإفلات من العقاب. هيدي المعركة الأساسية اللي لنا. هلا بصير سخافات واعتقال، هيدا ما رح يسلم الناس عن هيدي المعركة. المعركة بين إرادتين، إرادة السلطة بقتل الحقيقة، وإرادة شعبية بتنفيذ العدالة وعدم الإفلات من العقاب. هيدي الدعوة الأساسية والمعركة الأساسية. أما بالشخصي للقاضي اللي أمر بتوقيفي اللي هو زاهر حمادي، رح ارجع عيد أمر بتوقيفي، رح ارجع عيد على الهواء: أنت قاض برتبة خادم لدى المنظومة ولن أتراجع. أنت وغيرك من القضاة اللي بدهم يتآمروا على تفجير المرفأ الإجرامي، سواء على أهالي الضحايا أو على هيدي الجريمة، ما رح نسكت، رح نضل نواجه. وبالنسبة لنا هي المواجهة ما بين الإرادة الشعبية وإرادة السلطة. الاعتداء جوا والزعرنة جوا والوسخ جوا بفرجي إنه المربكين هن منهم قوايا. للأسف حاولوا يعتدوا على نائبي لأنه عم بتقول له ليش أنت مكبله نائبي سنتيا، وزملائنا المحامين والنواب كانوا بالمواجهة. السلطة مأزومة. المطلوب من الناس شغلة وحدة: إذا لم تتحقق العدالة في المرفأ وسيصبح هناك إفلات من العقاب، المنظومة ستفلت من العقاب في كل شيء. بأموالكم المودعة رح تفلتوا من العقاب، بقتل أهلكم على المستشفيات رح تفلت من العقاب. هيدي المواجهة، وما يفكروا اعتقال وغير اعتقال بخوفنا. أمام قضية الوطن، وقت بيكون الوطن على المحك جاهزين نموت ونضحي بحياتنا.